تعرف انه حبيب اذى اسلام اكثر مما تاذى في القتال نفسه؟ يقول رئيس المنظمه دانا وايت حبيب اذى اسلام بحطته على الحزام على اسلام بالطريقه هذه اكثر مما تاذى في القتال كامل، وهذا بسبب انه اسلام ما اتاذى تقريبا كامل القتال من جي دي ام اللي هو كان البطل السابق. نفس رئيس المنظمه يقول انا عمري ما شفت واحد زي عبد المناف رحمه الله عليه اللي هو مدرب اسلام ووالد حبيب. يقول كل اللي قاله عبد المناف رحمه الله عليه اتحقق، كل شيء اتحقق بالضبط، وهذا الشيء اللي يفجعني. يقول انا لي اكثر من 30 سنه في المجال هذا، مروا علي ناس مره كثير قالوا لي احنا حنكون ابطال واحنا وفي النهاية جاني الآدمي هذا قال لي يا ابويا عندي ولدي حيكون بطل اللي هو حبيب، وفجأة فعلا صار بطل، وقال له عندي هذا اسلام حيكون البطل بعد ما حبيب يسيطر على المنظمة كاملة. حبيب حيقول لك سلام عليكم وحيجيك اسلام بالضبط نفس اللي قالوا، ونفس اللي قالوا اتحقق، وحيسيطر على المنظمة بعد حبيب، وهذا اللي شفناه. رحمة الله عليه أبو حبيب كان عنده رؤية، كان صاحب رؤية، كان شايف الاثنين دول قد ايش يتعبوا، وعارف انه هم حيكونوا ابطال. تبى تعرف كيف مساندة حبيب غير انه ساب اهله لمدة شهرين وقعد مع اسلام وهو مو محتاج يسوي كذا، وصرف على معسكرات وصرف على التيم كامل. شوف غير انه قاعد يعطي توجيهات، شوف كيف قاعد يشجع الجماهير عشان تقعد تشجع اسلام. لكن في ناس كثير قللوا من البطل جي دي ام. جي دي ام يا اخوي اذا ما تعرف فهو انسان جدا قوي، ملاكمته خارقه، واذا تبي تعرف قد ايش جي دي ام قوي يا اخوان انتم مستوعبين اسلام حط جي دي ام على الارض لمده 20 دقيقه ما قدر يخضعه. اللي شاف المباراه سهله تراك والله معليش عندك نظره قصيره. هنا اسلام كان يحد من خطوره جي دي ام لانه عارف انه هو جي دي ام افضل من اسلام في الملاكمه. اعطيك على السريع كذا شرح بسيط. شوفوا وقفه الملاكمه هنا حق جي دي ام اللي هو يستخدم الرينج حق يده وطول يده عشان يبدا يركب الكومبو اللكمات المتتاليه. فزبده الموضوع عشان اختصرها عليك، اسلام كان يحد من خطورته وكان يعطوا له اللي هو كاف كيك يسموها او الكالف كيك، وكان يموه له هنا بيده ويبدا يخش له تيك داون. هي زي الشطرنج ترى ودراسه، مو هرجه كذا يلا نخش نتضارب وخلاص، ترى يدرس الخصم ويقعد ترى شهور يدرس الخصم قبل لا يخش. يعني لا تتوقع انه اسلام كان قاعد يعني يخترع شيء، ترى كان دارسه وعارف وقفه جي دي ام كيف كانت، وعارف وقفته الاوفر اللي زي كذا، فكان قاعد يستغلها ويرفسه في المنطقه هذه. ترى في ملاكمين جدا افضل من اسلام على الواقف، لكن اسلام يتفوق عليهم كلهم، لانه زبده الموضوع اسلام مقاتل متكامل. تباع على الواقف تفوقت فيه على الواقف حينزل لك على الارض، تباع على الارض حيقعد لك على الواقف. حتى نهايه المباراه لما مدرب جي دي ام قال له اقول لك روح الكل في الكل، وهذه هي هنا كانت اللقطه. يوم دخل على اسلام بيعطيه قاضي، اسلام قال له تعال، وهذا الشيء اللي يخلي اسلام جدا خطير، لانه اسلام لو فكرت تقص معاه المسافه وتدخل معاه ملاكمه قصيره حيبدا ياخذك تيك داون، ولو فكرت توقف معاه من بعيد حيقعد يرفس فيك ويتعب. هذا معناته المقاتل المتكامل، وحنتكلم في الهرجه دي بعد شويه.